أن الأزياء هي عبارة عن تاريخ وحضارات الشعوب، هي أصل الشعوب. القفطان من الأزياء النادرة التي رسخت هويتها ومثلت حضارة المغرب عن طريق القفطان. لاحظي في الأعراس الملكية أو في الدعوات مثلا لله مريم لله كذا، شوفيهم بين كل الحضور لابسين براندات وكذا، لكن شوفي القفطان يعني آخر شيء في تنصيب الملك. شفتي لله مريم؟ شفت القفطان شو سوى؟ لغت كل الحضور. أنا أعتبرها لغت جميع الحاضرات بجميع برانداتهم. القفطان الأخضر طبعا كان شيء رغم بساطة لكنه كان جدا فخم، رويالتي. احنا عندنا في الدول الخليج القفطان المغربي صار من أساسيات يومياتنا في البيت، في احتفالاتنا، في العيد تحصلينا كنا لابسين قفطان. الفرق بين المرأة الخيالية والواقعية هذه مشكلة مصممين الأزياء، أن نزرع ثقافة ما نقدمه. نحن في كثير من المصممين يقدمون بس ما يشرحون هم شو قاعدين، فالمتابعين في التواصل الاجتماعي أو الناس يعني عامة اللي يحضرون ما يقدرون يفرقون هذا مستحيل ألبسه، أيوة أنت مستحيل، لأن هذا ليه مفهوم عميق في عالم الموضة. فرق في أنك أسبوع موضة وبين إيفنت وبين معرض عادي. حلمي بصراحة أن نأسس براند عربي يضم دول أفريقيا، يضم آسيا، يعني بس يكون اللي هي طبعا في أفريقيا في دول عربية ودول غير عربية. أنا أتكلم عن الدول العربية، براند